السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نعمل النهاردة التومية السوري في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا ننزل بالمقادير. هنا معايا طاسة على النار، قبل ما اولع عليها النار هنزل ب4 معالق من النشا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنزل يبقى 4 معالق النشا عليهم كوبايه من الميه، وهدوب النشا في الميه الاول قبل ما اولع عليهم النار. هدوبهم كويس جدا وبعد كده هولع عليهم النار، وهبدا اقلب فيهم واخلي النار متوسطه، وهقلب فيهم واحده واحده لغايه ما النشا يربط معايا ويتماسك معايا ويديني اللون الشفاف اللي انا عايزاه، اللي هعمل بيه التوميه السوري في البيت. هنا بقلب واحده واحده، هتقعدي تقلبي واحده واحده على نار هاديه لغايه ما النشا يتماسك معاكي ويديكي التماسك الكويس اللي انا هوريهولك دلوقتي. ولازم تتاكدي ان النشا معاكي استوى كويس جدا ويطلع معاكي بالنتيجه اللي انا هوريها لك دلوقتي حالا. هنا خلاص النشا معايا كان ربط، وهنزل بيه في هنا بقى. بصوا النشا بقى عامل ازاي، لازم يديكي كده، ما تخافيش هو هيفك معاكي في الكبه. هنا حطيته في الكبه ونزلت عليه بحب من الزيت دوت. هتزودي واحده واحده لغايه ما يديكي القوام الناعم اللي انت عايزاه. وبعد كده هنزل عليه، حطينا الزيت، وهنزل بمعلقتين كبار من الخل، وبعد كده هنزل بعصره من الليمون، وهنزل بفنجان صغير من الحليب. طب ما عنديش حليب اعمل ايه؟ هتحطي ميه، بس انا عشان كان عندي حليب فحطيت حليب. وعلبه زبادي، علبه من الزبادي، لو مش متواجد عندك زبادي عادي، بس الزبادي بيديله قوام حلو قوي ويديكي طعم خطير. وهنا معايا معلقه من الملح، ظبطي الملح بتاعك، ومعايا معلقه صغيره من الثوم المهروس، وهنا معايا 2 باكت من المايونيز او معلقتين كبار من المايونيز عشان يديني الطعم اللي انت بتاكليه بره بالظبط. امشي بالخطوات بتاعتي ومش هتندمي. هنا خلاص كنت التوميه خلصتها، وبصوا القوام بتاعها خطير، ناعمه وجميله. وزي ما قلت لك زودي الزيت حبه حبه. هنا عملتها ساده، ودي الجزء الثاني عملتها حطيت عليها كاتشب حار. وهنا خلصت التوميه وطلعت بالشكل الجميل ده وطعمها تحفه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، اي فيديو انزله تشوفيه، ولايك حلوه منك ودعوه حلوه منك، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.